ضلع الأرض يعبر عن شيء حصل في الجنوب من تضحيات وبطولات، وعم بيأكد عزيمة أهل الجنوب وتمسكهم بالمقاومة مهما قدم من دماء وشهداء. عمل ثقافي توعوي مهم فني جميل، ويجب على كل الفنانين شعراء وأدباء أن يكتبوا عن هذه البطولات، وعلى المخرجين أن يقدموا أفضل ما عندهم، لأن أبنائنا الشهداء وأهلنا المقاومون في لبنان وفي الوطن العربي وفي فلسطين يستحقون أن تكون هناك مواجهة إعلامية مقابل ما يبثه أعداءنا من تصوير وتوهين لبطولاتنا على أننا انهزمنا، ولكن الحقيقة غير ذلك. هذا اللي شفناها اليوم هي أكبر عمل مقاوم وثقافي مقاومة نحن بحاجة لها تحديدا بهذه المرحلة اللي بتخلق تفاعل بين الناس، اللي بتأكد أو بتعيدنا للبدايات اللي انطلقت فيها المقاومة. عم نتذكر من خلال هذا الفيلم القصير بطولات معركة وسكتكية والسرفند وجبشيت، عم نتذكر الشيخ راغب حرب، عم نتذكر الشهيد محمد سعد كيف كانوا ينتفضوا على العدو الإسرائيلي بهذه العزيمة وبهذه الإرادة. يعطيكم العافية. أبسط ما يقال إنه برسخ قواعد المقاومة بنفوس الجيل القادم إن شاء الله. أنا هذا رؤيتي لهذا الفيلم. رؤيتي لهذا الفيلم إنه جدا رائع. الصمود بالأرض والدفاع عن الجنوب مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، ده أهم شيء. جسد الواقع اللي نحن فيه، يجسد اللي مرقنا فيه، اللي مرقت فيه كل أم قدمت شهيد، كل بيت لبناني قدم شهيد. نحن بهالوقت أو بهالفترة من الزمن من بعد الحرب واجبنا ندعم هالشباب، نقف حدهم، نساعدهم باللي عم يعملوا لحتى نوصل هالرسالة الصح اللي لازم توصل للعالم، إن لن نركع ولن نترك السلاح. العبرة بهذا العمل الفني انه المقاومة مش كل المقاومة سلاح، مش كل المقاومة عسكر، المقاومة فكر، المقاومة ثقافة، المقاومة بيئة، المقاومة كل واحد مننا بيقدر يكون مقاومة، كان ببارودة أو بكلمة أو بقلم. هذا عمل حلو كتير وعمل بيشجع على أنه كل الناس تكون بيئة مقاومة. رسالة الأهم بهيدا الفيلم القصير هي كيف الأم أو الأهل تلقوا استشهاد ابنهم، وكيف الأهل أو البيت تلقى خيانة ابنه. يعني منشوف الفخر ومنشوف كيف بدنا نقول يعني هيدا الانكسار اللي بيوجع بخيانة ابنه. بقى تنشوف قديه الأرض هي مهمة، وقديه الانتماء مهم، وقديه الأمانة مهمة والإيمان. والله هو لك كفكرة وكوقت توقت فيه الفيلم كان كتير يعني وقت مميز لحتالي نقوم بهذا العمل. عمل بوصل رسالة اللي مرقنا فيه بالحرب واللي لازم كل كان يعرفه، واكثريه خسائرنا كانت من ارواح بشريه، وان كانت ماديه وان كانت شو ما كانت من وراء العمل اللي مرقنا فيهم. وهذه الرساله بوجه كثير واضحه وشفافه لكل حدا كان عميل وتورط بدم شهيد. وانا كدور لعبته كنت كثير مبسوط. صح هو فيلم قصير وبجانب يعني زملائي، بس وصلنا رساله بامكانيات محدوده، وصلنا رساله مثل ما بقولوا بتعاون جميع من كتف لكتف. وصح اجتمعنا بأوقات قصيرة، بس مرات بيكون فيلم ساعتين تنبسط بربع ساعة، مرات بيكون ربع ساعة تنبسط بالربع ساعة كلها. يعطيكم ألف عافية، وهوانا لبنان عن جد بتوكبونا أنتم بكل أعمالنا، مبسوطين منكم، لأنه فيش موقع يعني إلا ما من أول المواقع الإخبارية واللي بتحب